في ناس كتير بتحلم بكندا، بس قليل قوي اللي يعرف ان اختيار المقاطعة الغلط ممكن يخسرك آلاف الدولارات ويأخر حلمك سنين. تخيل تيجي كندا وتكتشف ان الشغل مش موجود في مجالك، او الايجارات نار، او المدارس مش بالمستوى اللي انت كنت متوقعه. علشان كده النهارده هقولك بالظبط ايه افضل المقاطعات للهجرة وايه اللي يميز كل واحدة فيهم علشان تبدأ حياتك هنا صح من اول يوم. اونتاريو. اونتاريو فيها اكبر سوق شغل خاصة في المدن الكبيرة زي تورونتو واوتوا. مميزات اونتاريو ان هي اكبر سوق شغل في كندا، خاصة في المدن الكبيرة زي تورونتو او اوتوا. فيها جاليات عربية كتير وسهلة في الاندماج. مستوى التعليم والصحة ممتاز. العيوب: الايجارات نار خاصة في تورونتو، ضغط الحياة عالي جدا وزحمة مستمرة على طول. ألبرتا. مدن زي كالجاري وإدمنتون فيها شغل كتير في البنى والخدمات، لكن الشتاء قاسي جدا. دخل مرتفع خاصة لو انت شغال في مجال البترول أو الغاز. أسعار السكن أرخص شوية من أونتاريو. أشهر المدن فيها زي كالجاري أو إدمنتون، فيها شغل كتير في البنى، الخدمات والرعاية الصحية. العيوب: الشتاء ساقع جدا، المسافات بعيدة من مكان لمكان تاني. نوفا سكوشيا. المكان هادي والطبيعة جميلة، لكن فرص الشغل أقل خصوصا في التخصصات التقنية. مقاطعة بحرية جميلة جدا، برامج الهجرة فيها سهلة زي ال AIPP. هدوء وجودة الحياة فيها كويسة جدا. العيوب: فرص الشغل أقل خاصة في التخصصات التقنية. بعض المناطق فيها عزلة. ساسكاتشوان، واحد من أسهل برامج الهجرة PNP. تكلفة المعيشة منخفضة، وفرص الشغل في الزراعة والحكومة والصحة متوفرة بشكل كبير. تكلفة المعيشة منخفضة جدا، الشغل متوفر جدا في الزراعة وشغل الحكومة والصحة. العيوب: الطقس بارد جدا وجاف، والأنشطة هتبقى قليلة ومفيش زحمة. مانيتوبا. وينيبيج فيها مدارس وجاليات كبيرة، وأسعار المعيشة ممتازة. المميزات فيها إن فيها من أقوى البرامج للهجرة MPNP. وينيبيج هي أكبر مدينة في مانيتوبا، فيها المدارس والخدمات والجالية كبيرة. أسعار المعيشة ممتازة. العيوب: الشتاء طويل وبرد وضلمة أغلبية الوقت. لو وصلت معايا لحد هنا يبقى أنت أكيد بتدور على بداية جديدة. اشترك في القناة علشان كل فيديو هيقربك خطوة من حلمك، وما تنساش تعمل لايك علشان نوصل المعلومة دي لأكبر عدد. أنا عارف إن الهجرة مش سهلة، وخصوصا لما بتبقى لوحدك أو مع عيلتك، بس كل مقاطعة فيها مميزة، ولو عرفت تختار صح هتبدأ بداية أحسن. ما تختارش المدينة عشان اسمها أو علشان شهرتها، دور على أسعار الإيجار، فرص الشغل في تخصصك، هل فيها جالية هتدعمك، المدارس كويسة. أنا بنصحك تبدأ في مقاطعة أصغر فيها أمان، أسعار معقولة، هتلاقي نفسك بتندمج فيها أسرع بكتير. كندا مش حلم مستحيل، لكنها مش سهلة، بس بالمعلومات الصح والخطوة الصح الحلم بيقرب. لو محتار اكتبولي في التعليقات تحت كل اللي انتوا عاوزين تعرفوه وهجاوبكم عليه. وما تنسوش تشتركوا في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.